مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل أكلة اقتصادية وموفرة وسهلة وفي نفس الوقت طعمها خطير، بجد خطيرة جدا. هنعمل بقى صينية مع بطاطس، ده كريمي ومن غير كريمة. وشوية صلصة بقى كده، وهقولك بقى قمر والجبنة شايفاه ده كمان، تحسي ان عليه جيش من غير جبنة. إيه بقى نعمل مع بعض اللذيذ. بس في الأول، لو انتي أول مرة تشوفيني ما تنسيني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان الفيديو جديد يوصلك. بتنجان بتنجانة بتنجانتين. البتنجانتين دول حوالي تقريبا نص كيلو. انا ما بحبش كله من على البتنجان لان بيبقى فيه فوائد حلوه قوي، فبخططها كده يعني بخلي حته بقشر وحته من غير قشر. لو انتي حابه تعمليها بقشرها عادي مفيش مشكله. وحابه ان انتي تشيل قشر خلاص شيل القشر كله، بس بجد قشر البتنجان ده مفيد جدا. فحاولي يعني ايه ان انتي تعمليها على الاقل يعني زي ما انا بعملها كده. أو ممكن لو أنتِ بقى بتحبيها خلاص يبقى ما تقشّريهوش، اغسليه حلو أوي وقطّعيه كده بقشره. هنقطّعها بقى هنا حلقات كده، بس أنا مش عايزاها لا حلقات لا رفيّعة أوي ولا تخينة أوي، يعني تكون حلقات معقولة. هاقطّع بقى البتنجانتين دول بنفس الطريقة كده حلقات. بس عملت أول واحدة هاعمل التانية زي ما عملت دي بالضبط. بعد كده بقى تعالوا معايا 2 بطاطس معلش يا جماعة، بطاطس مقشراها بقى عادي، وهقطعها برضو حلقات كده. بس البطاطس انا يعني مش هقولك رفيعة قوي، تخنيها عن الرفيع شوية، بس برضو ما تخليهاش تخينة قوي. هقطعها بقى معايا كده. لو حابه طبعا ان انتي تزودي ونصيحه بقى زودي البطاطس دي، عشان انا عملت بطاطستين، وعايزه اقول لكم ان هم يعني هتشوفوا في اخر الفيديو اللي اتبقى معايا شويه صغيرين بيتاكلوا يا جماعه قبل ما بيتحطوا في الصينيه، فكتري البطاطس. بعد بقى ما هقشرهم كده، انا قشرتهم وغسلتهم. غسلتهم كده غسله حلوه قوي. احط عليهم شويه ملح، اقلبهم كده في الملح. وبعد ما هقلبهم في عليهم ميه واغطيهم في الميه واسيبهم شويه كده كده يا جماعه. انا مش هقليهم في الزيت، انا في الاير فراير. بس برضو بحب ايه يعني مش يعني كده كده مش هيبقى كتير ان هم يشربوا. انا هحطه على طول في كده برص. هرص الاول البتنجان هقليه. طيب انت لو ما عندكيش الاير فراير هنا، بصي انا كنت رصيت البتنجان وبرش عليه رشه زيت صغنونه خالص وبسيبه لحد ما يتقلى. تقدري برضو ايه ان انت تدخليه في الفرن، تحطي له كده زيت حلو، يعني معلقه زيت كده حلوه كبيره، وتمسحيه كله وتدخليه الفرن او على الجريل او تقليه بقى عادي. تعالوا هنا بقى هنعمل شويه صلصه خطيره. معايا هنا شويه زيت حلوين، حطيت عليهم معلقه كبيره من الثوم المهروس. اتوصي كده بالثوم على قد ما تقدري، يعني حطي المعلقه، خلي المعلقه معلقه اتوصي بيها كده. وهنشوح بقى الثوم ده، انا مش عايزه الثوم يحمر معايا ولا ياخد لون، انا مجرد بس ان لونه يتحول من الاصفر يبقى ابيض، بس كده. هفضل بقى اشوح فيه، واهم حاجه بقى ريحته تطلع، بس ما تخلوش ياخد منك لون ولا يحمر ولا اي حاجه، لا انا عايزاه مجرد بس ان هو يدبل وريحته تطلع ويبيض معايا، يخش في ايه في مرحله البياض دي قبل ما ياخد اللون. هنعمل بقى شويه صلصه مش قادره اقولك ريحتها، جيرانك كلها هيشموا ريحه الصلصه دي. هنقلب بقى التوم حلو قوي كده، وفي الوقت ده هننزل بقى بخل. اول ما التومه لونها كده يتغير وريحتها تطلع، هننزل بقى بخل. انزلي بقى بحبه خل كده حلوين، وخففيهم بشويه ميه. طبعا الميه على حسب تركيز الخل اللي انت بتستخدميه، يعني لو الخل بتاعك مركز قوي كتري الميه عشان ما تبقاش لازعه. وبعد كده معايا هنا 2 طماطم بشراهم، انا مش ضربهم في الخلاط، انا بشرتهم كده بالمبشره. وبعد كده هقلب كل ده مع بعضه، وهانزل بقى بعد كده هاضبط الملح والفلفل الاسود، وحطي بقى البهارات. انا هنا حطيت ملح، وهنزل بشويه من الفلفل الاسود. حابه تكتري بهارات عن كده مفيش مشكله، بس هي بصراحه مش محتاجه اي حاجه غير الملح والفلفل الاسود. وهنقلب كده كله مع بعض، وهسيبها بقى كده وهغطيها، وهسيب الصلصه اللي معايا دي تتسبك. بس كده لحد ما الصلصه تتسبك، تعالي بقى نعمل الصوص الكريمي اللي انا قلتلك عليه ده. انا معايا هنا كوبايه ونص من اللبن او من الحليب البارد، هنزل عليهم بمعلقتين وكبار ونص من الدقيق. بصي دي اسهل وابسط طريقه للبشاميل،
ومن غير دهون، مش هنحمّر بقى البشاميل في زيت أو سمنة أو زبدة وبعد كده ننزل باللبن وممكن يكلكع معانا. هنعمله النهارده بطريقة بسيطة جدًا، خفيفة جدًا، يعني زي ما قُلت لِك أهو. هنقلّب، أهم حاجة بس اللبن عندِك يكون بارد عشان خاطر لمّا تنزلي بالدقيق يدوب معاكِ وما يعملش كُتل. فكوباية ونُص من اللبن البارد على معلقتين ونُص كبار من الدقيق، هنفضل نقلّب فيهم لحد ما الدقيق خلاص يدوب ويختفي من اللبن، وبعد كده هنرفعها على النار. هاحطها بقى كده على النار وهافضل اقلب فيها. بُصّي، إحنا لحد دلوقتي ما استخدمناش أي مادة دهنية، لحد دلوقتي لبن ودقيق بس. بس أهم حاجة ما تحطيهاش على النار إلا لمّا تلاقي إن الدقيق معاكِ اختفى تمامًا، ترفعيها على النار. بعد كده بقى أنا هانزل بنُص مكعب من المرقة، تقدري تستغني عنه ما فيش مشكلة، بس هو بيدّي نكهة حلوة أوي. أنا استخدمت نُص مكعب بس لإن أنا حاطة كوباية ونُص بس من الحليب أو اللبن، فاللي هو الكمية معايا مش كبيرة، ورشة صغيرة من الملح لإن أنا حاطة مرقة، ورشة من الفلفل الأسود. وهنقلب بقى كل ده مع بعضه كده لحد ما المرقة تدوب. المرقة تدوب معايا والبشاميل يستوي. البشاميل أول ما يبدأ يغلي ويعمل فقاقيع هوا كده، تعرفي إن خلاص كده الدقيق استوى وبقى معاه تمام وزي الفل. هو مش بياخد وقت، بس أهم حاجة طول ما انتِ واقفة كده افضلي قلبي عليه. هنا بقى أنا حبيت إن أنا أدّي له دسامة شوية، لإن إحنا ما حطيناش زبدة ولا سمنة ولا حاجة، فحطيت له معلقة كبيرة من القشطة. تقدري إن أنتِ تستغني عنها، بس بجد يعني بتدّي له نكهة حلوة أوي. معلقة كده مليانة كبيرة من القشطة اللي هي وش اللبن، أو لو ما عندكيش تقدري تستخدمي القشطة اللي هي بتبقى المُعلبة دي اللي بتتباع في السوبر ماركت. هنقلّب بقى كده لحد ما القشطة دي خلاص تدوب معايا. هي ما بتاخدش وقت لإن البشاميل أصلًا كان خلاص سخن وداخل على السِوَى. فمجرد ما بتنزلي بالقشطة كده وبتقلبيها تقليبتين، خلاص هتلاقي إن القشطة دابت معاكِ. بصوا هنا الحروف بتبقى عاملة ازاي. خلاص اللي هي ايه، خلاص الدقيق كده تمام استوى، القوام بتاعه بقى حلو تمام مظبوط. خلاص بطفي بقى كده، هطفي كده على البشاميل. وتعالوا نشوف الصلصة. احنا يعني انا نقلت بقى العين التانية الصلصة اهي. تعالوا نشوف الصلصة عاملة ازاي. خلاص يعني داخلة على التسبيكة، قربت خلاص تتسبك. هسيبها بقى على النار كده لحد ما تتسبك تمام. وبعد كده تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه. عندي بقى هنا كان خلاص البتنجان والبطاطس خلاص استووا والصلصه اتسبكت معايا. هتجيبي بقى طاجن، صينيه، اي حاجه اللي انت حابه تسوي فيه. وهنرص بقى البتنجان كده، خلي البتنجان هو اللي من تحت، يعني خليه هو اللي في ارضيه الصينيه، ورصي بقى البتنجان كده. خلصي بقى الكميه اللي عندك كلها كده من البتنجان. وبعد كده بعد ما هرص البتنجان هنزل بقى يعني هنعمله زي طبقات كده. هنزل بالصلصه اللي بالثوم وبالخل اللي احنا عاملينها مع بعض. وبعد كده هحط البطاطس، هحط طبق عشان كده قلت لك كتري البطاطس. بصي البطاطس اللي احنا قليناها هو ده بس اللي اتبقى منها، فانتي بعملي حسابك بزياده وكتري البطاطس وانتي بتقطعي. هحط بقى طبقه البطاطس. وبعد كده هنزل برضو بالصلصه اللي احنا مسبكينها. بس وانتي بقى بتحطي الطبقه دي سيبي معلقه في الاخر عشان هنحطها على وش البشاميل. هي دي اللي هتدي لون حلو قوي للبشاميل ويحسسك كانك بالظبط حاطه جبنه. بس كده. هنجيب بقى البشاميل، هديله بس الاول كام تقليبه لان طبعا عقبال ما الصلصة اتسبكت فهو قعد شوية. يا دوبك كده بالمضرب اليدوي كده قلبته تقلبتين. وبعد كده هنزل بقى على وش الصينية بتاعتي بالبشاميل ده. هما عايزه اقولك الكوبايه ونص يا دوبك على قد الصينيه، يعني لو هتستخدمي صينيه قد اللي انا مستخدماها دي هي كانت يا دوبك كوبايه ونص من الحليب كانوا بالظبط. هنفرد بقى البشاميل كده على الوش. وبعد كده بقى هجيب معلقه الصلصه اللي انا قلتلك وانتي في اخر طبقه لما جينا نحط البطاطس قلتلك سيبي معلقه من الصلصه. هنحط بقى معلقه من الصلصه مع على وش البشاميل تاني ونقلبهم كده نخلطهم ببعض. بتدي لون حلو قوي للبشاميل، وبجد اللي بيشوفها بيفتكر ان انت كانك حاطه جبنه موتزاريلا او حاطه ميكس جبن عليها. بتدي للبشاميل لون حلو قوي. بصي انا فردت اهو الصلصه كده مع البشاميل.
وبس كده هادخّلها بقى في الفرن تتكتك كده كلّها مع بعضها وتتشرب من بعض، وبعد كده باشغّل لها الشواية من فوق عشان هي ما بتاخدش وقت لإن كل حاجة أصلًا مستوية، فمجرد بس إن هي تختلط كلّها ببعضها كده وتاخد لون حلو، وبعد كده هاطلّعها من الفرن. عايزة أقول لكم يعني سريعة أكلة سريعة جدًا وبسيطة وفي نفس الوقت طعمها حلو أوي. بس هنا قبل ما هادخّلها بقى هارُش على الوش رشة من البابريكا المدخنة، بتعزّز لي الطعم جدًا بتاع البشاميل وبتدّيني لون حلو أوي. يعني رشة بسيطة. وعايزة اقول لك لو عندك كمان البهارات بتاعة البطاطس بتاعة كنور اديها رشة برضو بدل البابريكا، بتديكي نفس النتيجة. هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن بصي بقى كأنك فعلا بجد الحمار ده كأنك حاطة جبنة. تعالي بقى نطلع خرطة كده ونشوفها من جوه عاملة ازاي. بصي رهيبة بجد. أكلة بسيطة سريعة هنغير شوية من المسقعة اللي احنا بنعملها وما فيهاش لا لحمة، يعني من غير لحمة مفرومة ومن غير فراخ ومن غير أي حاجة، بس شكلها شيك قوي وطعمها كمان لذيذ قوي. يعني بصوا الطاجن شكله عامل ازاي، بصوا الخرطة بجد طعمها حلو. أتمنى بقى لو وصلتي للجزء ده من الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير وتسيبيلي كومنت. لو لسه ما اشتركتيش